بصوا بقى، بشوف اكل عيشي وانا على الكرسي يا جدعان. اخيرا حد طلب اوردر، اوردر واحد. اوردر واحد ده يرضي ربنا. ما تطلبوش اوردرات الفتره اللي فاتت، يرضي ربنا والشغل واكل العيش مركون كده. بصوا الاوردر ده بتاع حد. تعالوا اوريكم الخلاطات وطقم الجيلي، يعني دول الاطقم اللي فاضله. الطقمين دول التسالي، وده والله العظيم عايزه اقول لكم في حاجات كتيره انا ناسياها، مع اني انا كاتبه بس بقلب في الاجنده مش فاهمه حاجه. ابو سيف نفسه بيقول لي انت تايهه كده ليه؟ قلت له تايهه عشان مش قادره اقوم اتحرك والف وافشكل هنا وافشكل هنا واشوف دي بتاعت مين واشوف دي بتاعت مين. عايزه اقول لكم الدنيا عندي مقلوبه، نص البضاعه تحت في المحل ونص البضاعه فوق في الشقه. وابو سيف الفتره اللي فاتت لما كان بيجيب حاجه كان بيجيبها على فوق، فعارفين اللي هو حاجات كتيره قوي مش عارفه بتاعت مين. وفي نفس الوقت بصوا التراب، بصوا التراب تحت وفوق. يعني انا عارفه ان المحلات بيبقى فيه تراب عندهم وفيه تراب عندي، فعارفين اللي هو الحاجه هناك مش مرحومه وهنا مش مرحومه، فالحمد لله. زي واحده مش فاكره التعليق بتاعها اتمسح، يعني بجد بجد انا مش عارفه مخها فين. في ناس كده بيبقى ما عندهاش مخ، بترمي الكلمه وهي مش عارفه ده هيجرح حد ولا هيضايق حد ولا هيخنق حد ولا هيعمل فيه ايه. عايزه اقول لكم ان كل كلمه بتطلع من بقكم عليها رقيب عتيد، سبحان الله ربنا هيحاسب. الاوردر اللي تحت ده بتاع مدام سناء، وده بتاع بنوته كانت واخده حاجات لعروسه هتتجوز، بنوته يتيمه كده، مدام اسمها ام ياسين. ام ياسين حاجتها برضو مركونه. المهم الهانم اللي بتتكلم دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي لما ابو سيف كان بيغسل الكولمن، فبصوا التراب، بصوا. يعني انا عايزه اوريكم بس نبذه عن اللي انا فيه. انا بحط ايدي على الترابيزه كده والمفرش، انا الفرشه المفرش ده بايدي. بصوا الركن ده العيال ما بيرضوش يجوا جنبه علشان في حاجه المحل بيخافوا يكسروا حاجه ولا محتاجه. يعني زي المعالق دي، المعلقه دي ب50 جنيه، لو وقعت دارت 50 جنيه، فما بيجوش جنب الناحيه دي خالص. فالبنوته دي بتقول لي ايه؟ يعني ابو سيف لما كان بيغسل البتاع بتقول لي الكولمن معفن وشكله وحش وفين النظافه يا استاذه اللي بتقولي النظافه. انت وجعتيني على فكره. ليه؟ انا واحده متجبسه بقالي شهرين. انت شايفه حال بيتي عامل ازاي؟ عيالي صغيرين كتر الف خيرهم ان البيت لسه معفنش، بيكنسوا بيمسحوا بيروقوا بينظفوا وبيشوفوا البيت وبيشوفوا اخواتهم الصغيرين وبيشوفوا ابوهم وبيشوفوا طلباتي كامهم وانا تعبانه وعيانه. ابتديت اتحرك علشان اشوف بيتي واشوف اكل عيشي. يا استاذه يا اللي ما بتخافيش ربنا، يا اللي ربنا ما يوقعك يا ستي في حاجه ولا تشوفي اللي انا شايفاه. عيالي كتر خيرهم. قمت اشوف كسرت رجلي تاني بسيطه خالص، وهحتاج عمليه بالشق الفلاني، وحضرتك خليكي بقى في اللي انت بتقوليه والمضايقه اللي بتضايقيها لي. شايفه اللي انا فيه؟ انت حاسه باللي انا فيه؟ انت حاسه بالوجع اللي في رجلي؟ انت حاسه بالالم اللي في رجلي؟ انت مش شايفاني، انت مش حاسه بيا. انا عايزه اقول لكم الجبس ده اصلا بصوا من هنا حامي بطريقه بشعه. حاولت ان انا البس فوقيه حاجه قطن، حاولت مش عارف ايه، وبيشوكني في رجلي التانيه. ودايما يعني عارفين حتى لما بلبس بنطلون ولا حاجه بيشوك فيه. كتر خيره جوزي ان قام نفض الكولمن ميه على تراب على هوا على طين، واحنا ما شاء الله اللهم بارك على شارع. فانتوا شايفه كميه التراب ازاي على الحاجه اصلا؟ انت شايفه كميه التراب؟ والله العظيم التلاجة دي عاملين لها اعلان على اوليكس، وكل ما حد يجي يقول لابو سيف هاجي اخدها او حد بتاع الربابيكيا يجي، ابو سيف مش عايز يطلع حد على البنات وانا مش معاهم. فاهمين اللي هو انا مش فاضيه مش عارفه. عملنا لها اعلان على اوليكس. يا جماعه هي التلاجات القديمه بتتباع بكام يعني؟ فالله يهدي والله المستعان. الله يسامحك على التعليق اللي انت كتبتيه على الكولر دوت. واقع بصوا كولر في وش الهواء، في وش التراب، في وش باب الشقه، في وش شباك البلكونه. العيال ايديهم بتطبع عليه، ايديهم بتطبع عليه، بتبهدله تراب وطينه وقرف من الجو. الكولمه لما اتفتح من جوه كان بسم الله ما شاء الله قشطه، لان انا غسلاه اول الصيف. هو بيتغسل مره كل سنه اول الصيف، كل سنه تمام بغسله اول الصيف. جيت انا تعبت، هم شهرين زمن الطين وبقى حالته بالبلا، وجبنا قاروره جديده ومش عارف ايه. اكيد يعني هيبقى مش نظيف. داخله انت بقى تاذيني بالكلام؟ ربنا ما يحطك مكاني يا ستي ولا يكسر رجلك، وتفضلي بصحتك وبعافيتك وتشوفي بيتك وتشوفي عيالك، وما تبقيش متضايقه ومخنوقه لما تلاقي التراب مركب في الاركان وتقولي كتر خير عيالي. بنوتين، واحده 17 سنه وواحده 15 سنه.
هيعرفوا يشيلوا بيت مكون من 6 افراد، اكل وشرب وحاجات، وكمان بشايلهم شغل المحل والجاليري وشغل القناه معايا. انا ما بقتش عارفه اقعد على الكمبيوتر اصلا. انا طلعتي بالكرسي دي لحد الريسبشن عشان اظبط شويه الحاجات دي واشوف اوردر المدام اللي هي طالباه مني دون. قعدت على كرسي عماله تعالي شوشو اعملي كذا، تعالي اماني اعملي كذا، تعالي سوي كذا. فالله يهدي بجد والله العظيم، في ناس بتطلع كلام من بقها زي الدبش. انا بقى ما بحبش ارد بصفاقه زي صفاقتكم. كان دايما ماما تقول لي ايه وبابايا يقول لي ايه، لا تعاتب السفيه ولا تجبه، فخير الاجابه عليه السكوت، فان عاتبته نصرته وفرحت. فانا مش هفرح حد فيا ولا ارد على حد ولا اجاوب على حد. اي حد بيضايقني والله العظيم ما بقى عندي خلق لحد، تك بلوك بريح. فنريح نفسنا عشان كل كلمه هتطلع من بق البني ادم هيخش بيها النار. فالواحد مش عايز يشيل ذنوب حد، الله المستعان. والله العظيم فكرت ان انا اطلع المكنه اعمل اي حاجه كده وانا قاعده بقول لنفسي طب هنزل دي كده وادوس كده ولا هعمل ايه، مش عارفه بجد. انا عايزه اقول لعيله انا اسفه على اللي انا ضيعت لكم الصيف، واسفه ان انا ضايقتكم معايا وخانقاكم معايا ومبهدلكم معايا وعماله اقول لكم شيلوا وحطوا. انا الشقه لحد دلوقتي احنا نقلنا امتى؟ في شهر 12. من ساعه ما نقلت وانا تك 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 فوق دماغي مش عارفه فوق. انا البراويزه هي ما اتعلقتش. في الاول زي ما قلت لكم كان الواحد حالته النفسيه مش احسن حاجه، فما كنتش عارفه اعمل حاجه، وكنت متضايقه قوي من النقل ومن تغيير المكان والكلام ده كله. كنت مخنوقه فعلا وما كنتش عارفه اعمل اي حاجه. قلت هفك بقى واروق وابتدي اظبط. وزي ما انتم شفتوا لما كنت غسلت المطبخ ودهنا المواسير وابتديت اروق الدنيا واظبط الدنيا، والليله دي كلها اتكسرت والله. يا دوبك دفعت عربون التلاجة واتكسرت. حتى التلاجة لحد دلوقتي لا عارفه اخش ولا عارفه افرشها ولا عارفه اروقها ولا عارفه اعمل فيها حاجه. خدت عين ما يعلم بها الا ربنا. يلا زي ما بيقولوا كده ممكن تخلص ذنوب، رفع درجات، الحمد لله، ابتلاء وحب من الله. فالحمد لله، احنا بنقول الحمد لله، ما بنقولش اكتر من كده. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ يعني بجد والله انا بقول لاولادي، انا بقول لهم انتوا كتر خيركم. اطفال عايزين يصيفوا، عايزين يروحوا زي كل البنات، يتدلعوا ويعملوا وياكلوا ويشربوا ويتفسحوا ويتنططوا. شايلين يا عيني مكان امهم وهم لسه عيال، شالوا بيوت. عارفين اللي هو الواحد برضو مخنوق عليهم. فربنا يشفيني ويعفى عني ويقويني ليهم يا رب العالمين. فهنخف رغيه، نخف رغيه. هتخش جهنم والله، هتخش جهنم. انا يا اختي الحمد لله ما باخدش ذنب حد، مشيلش ذنوب حد. خش جنتي لوحدي كده، جنتي كل واحد له جنته، فانت خش جهنم لوحدك. قلت لشوشو اعملي لي كوبايه ليمون، قالت لي احط لك عليها لبن يا ماما. قلت لها حطي. طعمه حلو على فكره، جربوه. ليمون بلبن، جربوها هتلاقوا طعمه حلو قوي. اقول لكم والله العظيم، يعني انا بسجل لكم تاني يوم امبارح الحبه اللي انا قعدتهم مع الولاد وخليتهم روقوا الجزء اللي هو فيه الحاجه بتاعت الشغل، وظبطوا المكتب وظبطوا الدنيا وكنسوا الارض ومسحوا الارض، وبقيت معاهم اعدلوا دي كذا واعدلوا دي كذا ورتبوا دي كذا ورتبوا دي كذا. والله العظيم انا ما بقيت قادره اقعد على حيلي. حتى القعده انا مش عارفه احط رجلي كده ولا كده ولا كده. شايفين الصباع اصلا في زرقان رهيب حوالين الصوابع كده، يروح ويجي يروح ويجي. انا مش عارفه ايه سببه، فاهميني؟ يعني انا مش عارفه ايه سبب الزرقان دون. فربنا يسترها يا رب. ناس كتير قالت لي اسماك جبس ده كويس قوي، ان شاء الله يبقى كويس عن التاني ما كانوش مجبسيني كويس، كانوا حاطين جبس من تحت ومن فوق هنا هون كانوا حاطين رباط ضغط وقطن بس، ما كانوش حاطين اللي هو الازرق ده، فاهمين؟ فما كانوش حاطين الجامد دون. فالناس قالت لي ده كويس. اكيد كل حاجه وسعرها، يعني ده معدي 2000 جنيه، التاني كان تقريبا ب 500 جنيه او حاجه. فالله المستعان. يعني انا رحت المستشفى بتاعت القوات المسلحه دي في المرتين اللي رحتهم صرف 3000 جنيه. المره دي رحت بس للدكتور كشف تقريبا ب 180 واستشاره مش عارفه ب 70 ولا بكام، فجبس ولوازم وكشف ومش عارف ايه 2000 جنيه. جبس ولوازمه اللي هي ايه لوازمه، كذا ربطه رول قطن. ده رول بقى، مش اللي هو ايه القطن اللي حطوهولي اللي هناك ده، لا ده رولات كده قطن. وده البتاع دي سبحان الله دي يا جماعه رول شبه الشاش، حطوها في ميه بقت حجره زي كده. عايزه اقول لكم والله حتى عيالي لما بيقعدوا جنبي على السرير انا بتوجع. انا مش عارفه ايه سبب الوجع. يعني في بنات كتيره قوي بتقول احنا ورينا الدكاتره، يعني الامر متلخبط ما بين الدكاتره. دكاتره تقول لا مش هتحتاج عمليه ان شاء الله تخف لوحدها، ودكاتره تقول لا محتاجه عمليه واي علاج او اي جبس مش هينفع معاها لازم تدخل جراحي. فادينا بصوا نصبر لاخر ايه
ثانيه بجد والله. اليوم يعني امبارح خدت يوم تعبت قوي قوي. رتبوا يا بنات السجاجيد كده واعدلوا السجاجيد. طبعا في الصيف انا شايله السجاجيد كلها، انا حاطه دي بس علشان العيال بيجوا هنا هو مش عايزاهم يقعدوا على السرير، بيهزوا السرير وبيتعبوني، فبخليهم يفرشوا اي ملايه كده ويقعدوا معايا في التكييف هنا هو، لان تكييف صيف مش عارفه ماله بعافيه شويه. فالله المستعان، الله يعين يا رب، ويعين كل حد مريض، ويعين كل تعبان، ويعين كل الناس. قوموا بقى شدوا حيلكم عشان المدارس قربت. يعني انا مش هعرف اوريكم الترتيبات بتاعه البيت قبل المدارس، فانتوا شدوا حيلكم وخلوا بالكم من نفسكم ومن عيالكم. ما تنسوش بقى ان المدارس قربت، بيتك عايزه تغسلي حمام، تغسلي مطبخ، ترتبي دواليب، تنظفي تحت سرير، تنظفي اوضهم، ترتبيها. الحقي نفسك الحقي نفسك، لان خلاص الشنط نزلت، اللانش بوكس نزل، الحاجه نزلت، السناتر ابتدت تكلمنا في التليفونات. يعني ايمان السنتر اللي كانت بتاخد فيه عمالين يرنوا علينا، ايوه باشمهندس، ايوه تالتة ثانوي نازله، ايمان علمي ولا رياضه ولا علمي علوم ولا ادبي ولا ايه. فابتدت الدروس بقى والحجز، وان شاء الله يبتدوا يوم 16/8 مش فاكره ولا 15/8 دروس. فربنا يسترها علينا يا رب. انا مضايقني قوي ان المدرسه هتيجي وانا مش مع العيال، فاهمين اللي هو يعني ايمان تالتة ثانوي وعلم رياضه، فهتبقى الدنيا اكيد تقيله عليها. فالله المستعان يا رب يعينها ويعيننا. فكنت عايزه ابقى معاها شويه واشيل معاها البيت. هو مش من اول السنه يا اسماء، بس برضو عارفين اللي هو ايه، لازم تعرف ان الموضوع جد من اوله. تشد حيلها، فاهمين؟ مع ان كل الناس عماله تقول لي يا اسماء الثانويه العامه بقت حظوظ مش بقت اجتهاد ومش عارف ايه. صدقوني البلد بتشد حيلها. يعني في بنوته انا مش عارفه بلدها فين، بس هي قالت لي يا اسماء اللي بيحصل عندكم ده، وان هم بيلموا الناس اللي على التيك توك وبيعلموهم الادب وبيلموا الناس اللي مش محترمين، حصل عندنا من فتره ونظفوا التيك توك خالص. عقبالنا يا رب ما ينظفوا التيك توك والسوشيال ميديا من الناس دي كلها، والناس اللي بتقعد تتخانق وتتباجح وتعمل. يعني الموضوع ابتدى لما قبضوا على واحد على اليوتيوب اسمه احمد اسمه احمد اللي قال ان انا اتخطف، اللي هو ان هو اتخطف يوم فرحه وكده. فالفرح الفيك اللي هو الفرح التاني مش فرحه الاولاني، فقال لك ان هو اتخطف ومش عارف ايه، فاتقبض عليه وتقريبا اتعمل له قضيه، معرفش ايه نظامها دلوقتي. فالله المستعان يا رب. هي اخته والله كانت صعبانه عليا، وقالت ان هي اتطلقت وجوزها طلقها ورماها، والواحد كانت صعبانه عليه قوي. فجاه اختي طلعت هي وجوزها عادي، قال رجعوا لبعض. ربك يعدلها للناس يا رب، ويستر على الولايه وعلينا يا رب العالمين. والله عايزه اقوم اعمل لكم لايف، يعني نفسي بجد اقعد اتكلم معاكم وكده هون، بس مش عارفه ايه اللي بيعطلني. انا مش عارفه بجد والله. عايزاكم تدعوا لي يا بنات بالله عليكم. يعني على بقول لماما ادعي لي بضمير، يا ماما يا ماما ادعي لي بضمير علشان انا مش عايزه اعمل عمليه. فادعوا لي بضمير يا بنات، الله يعينكم ويكرمكم. وبالله عليكم بقى شدوا حيلكم، اللي عايزه اوردر تاخد. انا لسه منزله فيديو مش عارفه انا من كام فيديو، يعني مش من بعيد قوي، عن الحاجه اللي في المحل والحاجه المتاحه والكلام ده كله. فشدوا حيلكم معانا بقى، يلا اعملوا اوردرات اعملوا اوردرات يلا عشان نعمل اوردرات. عشان بجد بجد انا قبل ما اتكسر كنت بفكر ان انا اشوف محل في مول قريب قوي مني. المول دون عامل عروض على المحلات، يعني عرض على المحل تاخده تدفع نص الايجار لمده 6 شهور، فاهمين؟ وبعد كده تكمل بالمده. يعني مثلا لو الايجار مثلا 15 10 7 8 تدفعي النص على حسب المساحه اللي انت هتاخديها. تدفعي نص الايجار لمده 6 شهور. يعني لو انت مثلا هو ب 10000 تدفعي 5 بس، فاهمين؟ لو ب6 مثلا تدفعي 3 بس لمده 6 شهور. عرض ان هم مساعده ليكم ان انتوا تخشوا في المجال وتشوفوا الدنيا هتمشي معاكم ازاي. فكنت لسه بدور والله واشوف النصيب الحمد لله. والله عارفه ان الواحد متضايق ومخنوق. الفلوس اللي كان هيجيب بها محل ابو سيف خلص عليها. فكان نفسي بجد اجيب محل. فالحمد لله. عايزاكم ادعوا بضمير ادعوا بضمير. يعني ماما بتقول لي قولي لاصحابك وحبايبك يدعوا لي. انا عارفه ان هم مش مقصرين، بس قولوا لهم ادعوا لي، لان دعوه الغريب مستجابه. فربنا يا رب يجعل لي نصيب من دعواتكم. وبجد بجد بجد شكرا لكل الناس يعني اللي دعت لي. في بنوته كلمتني فرحتني قوي، بتقول لي يا اسماء انا كنت في العمره وسبحان الله لا افتكرت اخواتي ولا اهلي ولا حد من قرايبي، وناس كتيره قوي قالت لي ادعي لنا وانت في العمره وانا نسيت. سبحان من ذكرني بيكي. تقول لي انت بنت حلال وقلبك ابيض وربنا ساب كل دول فكرني بيكي انت. سبحان الله. يعني انا بدعي لنفسي ولعيالي وليكي،
وتقول لي وبعد ما خلصت العمره اكتشفت ان انا ما دعيتش لناس كتيره قوي من قرايبي وحبايبي واهلي وناسي وكده. بجد عارفين انتوا ما بتعرفوش انتوا الكلام ده بيأثر فيا ازاي يعني. بجد والله حب الناس ده فعلا نعمه 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 نعمه. وتخيلوا لما حد عزيز على قلبك يتصل بيكي لايف فيديو من قدام الكعبه ويقول لك ادعي بكل اللي تتمنيه. انا عايزه اقول لكم ان انا انهارت من ورا، كنت عماله اعيط وكنت بدعي لربنا. فربنا يا رب ما يحرمني منكم ولا من حبكم ده ابدا 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 ابدا. ونفسي بجد نعمل لايفات كتير حواريه كتير مع بعض. كميه بنات قايلين لي على فيديوهات نتكلم فيهم، فنتكلم فيهم. في بنات بترخم تقول لي انتي رغايه، بس لا، طالما البنات عايزين كده تمام. وطالما هم قالوا لي احكي حكايتنا وقولي يا اسماء عشان البنات يعني تفيدنا بنعمل ايه. عارفين عايزه اقول لكم الناس بتقرا تعليقاتكم والله وبتستفاد منها جدا، يعني مش بتستفاد من كلامي وبس، لا بتستفاد من كلامكم انتوا كمان. انا بحب ارغي معاكم قوي على فكره، وبحس ان انتوا معايا، وبحس ان انا يعني معايا حد، يعني مش محبوسه ورجلي مكسوره وخلاص، لا معايا ناس بتفك عني وبفك يعني كده يعني. مش عارفه اقول لكم ايه. فبحبك قوي يا عيال. والنهارده انا كنت مبسوطه قوي بقناه ماسبيرو زمان، النهارده عيد ميلادها، في الدنيا كانت مقلوبه قوي وعمالين ينزلوا حاجات حلوه قوي، وتاريخ التلفزيون وتاريخ الماسبيرو في مصر وكده، ومبنى ماسبيرو واتبنى ليه واتبنى على اسم مين. كان يعني اتفرج النهارده على ماسبيرو زمان قناه وهيتبسط قوي. النهارده ايه؟ النهارده التلات، الايام بقت شبه بعض. يلا ما علينا، اسيبكم على خير وبه به ميمسين وباي باي مع السلامه. وعايزاكم تدعوا لي بالله عليكم واطلبوا اوردرات بقى.